وهي الإنسانية. اللاعب ده حب الناس مش جاي من الكرة وبس، لأ، ده كان إنسان بسيط جدا وتواضعه غريب، بيقف يسلم على الناس في الشارع ويقعد معاهم عادي وكأنه مش نجم. قصص كتير اتقالت عن مساعدته للغلابة من غير ما يعلن. في ناس بتحكي إنه كان بيقضي ديون عائلات، يساعد شباب في جوازهم أو يساعدهم في بناء مساجد وملاجئ. وأشهر موقف عالمي كان في 2008 لما سجل هدف، ساعتها هو رفع فانيلته وكتب عليها تعاطفا مع غزة. الموقف ده عمل دوشة كبيرة في العالم كله، بس خلاه رمز في عيون الجماهير العربية. صورة الفانيلا دي لحد دلوقتي موجودة في أذهان الملايين. وفي 2013 قرر الساحر يعتزل. يومها كان يوم حزين جدا للجماهير، الملايين بكت وأغلب الناس حسوا إن زمن جميل في الكورة بينتهي. الأهلي عمل له مباراة تكريم، لكن الحقيقة إن حب الناس هو التكريم الحقيقي اللي فضل لحد النهارده. رغم اعتزاله، اسم أبو تريكة لسه بيتردد في كل ملعب، كل مدرب، الجماهير لسه بتغني باسمه أويا تريكة، ولسه بتحس إنه موجود بينهم. أبو تريكة مش مجرد لاعب كورة، هو قصة حب بين إنسان وجمهور.